فإذا تقدم بك العمر لم تزل قواك في ضعف وقواطعك في كثرة، فيصعب ذلك عليك طلب العلم. وليس المذكور في هذه الجملة يراد به منع حصول العلم في حال الكبر، بل ذلك ممكن، لكن مع شرط التقلل من الشواغل ومنازعة العوائق وقطع العلائق. فإذا طلب العلم مع الكبر على هذه الحال من قطع العلائق ومدافعة العوائق والتقلل من الأشغال أمكن للمرء أن يدركه. قال البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه: وتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا. فإن دين الإسلام لما خطبوا به كانوا كبارا كحال أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ثم كان لهم من العلم والإمام في الدين ما ليس لغيرهم، لأنهم أقبلوا على معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إقبالا كليا. فمن كانت هذه حاله مع الكبر من صدق الإقبال على العلم والتقلل من الشواغل ومنازعة العوائق أمكن أن يطلب العلم ولو كان كبيرا. وهذا مذكور في تراجم جماعة من أهل العلم، منهم القفال الشافعي، فإنه طلب العلم في حال الكبر فصار من أئمة مذهب الشافعية الذين يشار إليهم. ولا يزال هذا في قرون الأمة، أن فيهم من يطلب العلم مع حال الكبر ومع ذلك يتمكن منه حتى ينسب إلى التقدم فيه. فالكبر ليس مانعا من طلب العلم، وإنما شرطه التقلل من الشواغل وقطع العلائق ومدافعة العوائق. فإذا وجد هذا أمكن للإنسان أن يطلب العلم وأن ينبل فيه وأن يؤخذ عنه وأن ينسب إلى التقدم فيه، مع كونه لم يطلبه إلا كبيرا.